تسريب عاجل للحلقة التاسعة من دروب المرجلة. جريمة، تحرك أمني، وموقع خطير اسمه وادي الضباع، واللي جاي أخطر مما تتخيل. الحلقة تبدأ على صدمة مقتل فليحان بعد الاعتداء عليه داخل خيمته، والتحقيق ينطلق رسمياً مع وصول الضابط مراد إلى الديرة. في نفس الوقت شاهين يتحرك مع قبيلة الفوازع نحو موقع مشبوه يعتقد أنه يحتوي على مصنع المخدرات. التوتر يرتفع والخيوط تبدأ بالتشابك، لكن الحقيقة الكاملة لم تظهر بعد. الآن ندخل في التسريبات الجديدة. الموقع الذي سيتجهون إليه للبحث عن المصنع هو وادي الضباع. اسم المكان وحده يكفي ليعكس خطورته. شاهين يقرر التحرك، لكن المفاجأة أنه يرفض مرافقة رشا لمو إلى الموقع، قرار واضح منه بإبعادها عن الخطر. لكن المتوقع في الحلقة القادمة أن رشا لن تلتزم بالابتعاد. هناك احتمال قوي أنها ستتوجه إلى وادي الضباع بنفسها، إما لإنقاذ شاهين إذا وقع في مأزق أو لمساندته في لحظة حاسمة. بعض التسريبات تشير إلى أن الأمور قد تنقلب فجأة، وقد تكون رشا هي عنصر المفاجأة والمنقذة في أخطر لحظة. الأخطر من ذلك أن هناك جاسوساً. التسريبات تؤكد أن الجاسوس قد ينقل الخبر إلى فزاع وعصابته بأن الفندم مراد وصل إلى الديرة، وأنه سيتحرك مع قبيلة الفوازع نحو وادي الضباع لمعرفة موقع المصنع. هذا التحذير يمنحهم فرصة للاستعداد، تغيير الموقع أو نصب كمين. وهنا تتعقد الصورة. إذا كان فزاع قد تلقى التحذير فعلا، فهذا يعني أن المواجهة في وادي الضباع لن تكون سهلة. قد لا يجدون المصنع كما هو، أو قد يجدون أنفسهم أمام فخ محكم، خصوصاً أن البحث السابق لمصنع المخدرات انتهى بلا نتائج واضحة، ما يعزز احتمال وجود تسريب داخلي. الحلقة التاسعة قائمة على 3 محاور خطيرة: قاتل ما زال حر بعد مقتل فليحان، تحرك أمني نحو وادي الضباع، وجاسوس يسبق الجميع بخطوة. السؤال الآن: هل ستكون وادي الضباع بداية سقوط فزاع، أم بداية مأزق جديد قد يغير مصير شاهين بالكامل؟